أنا عايز أعرف مين اللي غلطان، العربية ولا العمود؟ اكتبوا لنا في التعليقات. بص العيال ولاد المتضايقة في عز النهار دخلوا على المخزن بالتروسيكل زي ما انتوا شايفين، وبقوا يكبشوا ويعبوا في التروسيكل. كل شيء بياخدوه، أي حاجة قدامهم بيعبوها في التروسيكل. ده إيه الجبروت ده؟ وبص كمان هياخدوا الحاجة ويمشوا بالتروسيكل. الراجل الغفير أو صاحب المكان هيقابلهم، كانوا هيموتوه. هو في إيه؟ حد يفهمنا إيه اللي بيحصل؟ انت رابط التريلا فوق؟ لا إله إلا الله. أنا عايزك تركز مع اللي راكب المكنة وشد التليفون من الراجل اللي ماشي على جنب. ده حرامي زي ما انتوا شايفين. الراجل يا حول الله يا رب حاول يوقفه، حاول يضربه أي ضربة علشان الناس تتلم عليه ويمسكوه. فالحرامي زي ما انتوا شايفين مش لاقي أي مفر ومش عارف يمشي منه ومش عارف يخلع، راح مطلع عليه سلاحه الأبيض وقعد يهوشه. بص بقى الناس لما هتتلم على أساس إن هم هيمسكوه هيقول لهم ايه وهيعمل ايه؟ تحس ان هو بيقول لهم هو انا ازاي ما عرفتش اسرقه؟ اعمل لايك يا صاحبي، اللايك ببلاش. بص هو احسن حاجة في الفيديو ده رد فعل الحمار. بص ماشي في الطريق ولقى توك توك اتقلب، بص عمل ايه مع صاحبه؟ ما طمرش فيه الاكل اللي اكلهوله. بص يا صاحبي بتاع الزبالة ده بيعمل ايه؟ وقف بالتروسيكل وركن على جنب ونزل من التروسيكل وراح خلع غطا البلاعة ولا أكنه كان هو سايبه هنا ورجع ياخده. بص البجاحة، خد غطا البلاعة واتكل على الله. في رعاية الله يا صديقي، في رعاية الله. تعرفوا ان لو قعدت اصرف الفلوس اللي معايا قدامي 100 سنة على ما اخلصها احلى كوباية قهوة ممكن تشربها. الولد ده خد تلج من اللي قدام البيت وحطه على البوتاجاز على طول في ثواني ساح وبقى نص الكوباية مية. راح حاطط عليهم معلقتين من مسحوق البن وبعد كده هيشرب احلى كوباية قهوة، وكان فاكر ان كل العالم هيشوف الفيديو ويدوس له لايك. شريف مجدي سواق ميكروباص، بعد العملية شيرين مجدي المطربة المعروفة. نعيم السيد موظف بمصلحة السكة الحديد، بعد العملية بقى نعيمة السيد ربة منزل. وسام فتحي السيد موظفة في شركة الغزل والنسيج، بعد العملية وسام فتحي السيد برضو دكتور التجميل. ايه ده ايه ده ايه ده يا ولية؟ واحدة واحدة على الحصان، لسه ما كملناش الكلمة. حرام عليك، في حد يعمل كده في الحصان؟ ركبي الواد الصغير وانت اتفرجي عليه. بص يا صاحبي الكلب ده كوميدي جدا، عامل نفسه مشلول علشان يعدي الطريق او تقريبا علشان حد كان بيضربه فبيمثل عليه ان هو رجله وجعته. عايزك تتفرج وتشوف الكلب هيعمل ايه علشان تصدقني لما اقولك ان هو من فصيلة الذئاب. بص الضحك وربنا هتضحك من قلبك. ده فيديو بيوضح لك ان التمساح لما بيخلص شغل في قناة ناشونال جيوغرافيك بيروح بيشتغل اوبر. اتعلموا من التمساح وكفاحه. عايزك تقتنع ان الظروف المادية بقت صعبة لدرجة ان العفاريت بقت تشتغل. سواق اوبر صح؟ يا حبيبي لا ما ينفعش، هتموتني، انت كنت هتموتني. عايزك تتخيل ان انت تكون راكب مع سواق اوبر علشان تروح مشوارك في امان الله وتوصل بألف سلامة، تلاقيه بالشكل ده سكران طينة. والعميل اللي كان راكب معاه بيقول ان هو كان ماشي على سرعة 120 ومش قادر يتحكم في العربية لحد ما حاول ان هو يجيبها على اليمين علشان يقف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وعلشان محدش يزعل مني، كل شغلانة فيها الكويس وفيها الوحش، وكويس ان هي ما كانتش بنت اللي راكبة معاه.